welcome home everyone and love you all. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم فراسكم. اليوم هو اليوم الرابع من التحدي. صراحة تقريبا فرحانة حيتاش دابا راه تقريبا اسبوع وانا يعني غادا افتح كنحس بلي غادا في تحدي مزيان. كنتمنى تشجعوني. اي واحد كيشوف هذا الفيديو كتب كومونتير، لايك، سبسكرايب، اي حاجه. كنبغي نقول لكم شكرا بزاف لاي واحد تفرج في الفيديوهات ديال الاولين، واي واحد غيتفرج في هذا الفيديو كنبغي نقول لكم شكرا بزاف. خلينا نبداو مع الموضوع ديال اليوم. دونك الموضوع ديال اليوم هو الاستسلام. واحد الموضوع اللي صراحه فيه ما يتقال، حيتاش كاملين بدون استثناء كيجينا لحظات ضعف، كتجينا لحظات فشل، كتجينا لحظات احباط، ما كنبقاوش قادرين نكملوا في شي حاجه بدينا، وحتى ما كنقدروش نكملوا حتى في الحياه بحد ذاتها. زعما ماشي غير اننا كنفشلوا في شي حاجه معينه، ولكن كنحسوا بعض المرات بلي حنا يعني عيينا بالحياه بصفه عامه، كاملين بدون استثناء. اي واحد غتكون جاتو هاد اللحظه سوري اي واحد فينا غتكون جاتو لحظه ضعف ولحظه احباط وفكر انه يستسلم. وبطبيعه الحال انا في واحد الوقت اللي ماشي يعني في واحد الوقت اللي قريب، زعما قريب، زعما غير مؤخرا، مورا ما كملت قرايتي، ما كملت ساليت دبلوم، ساليت الاجازه. دونك كان عندي واحد الحماس كبير بزاف، خصوصا انا كان عندي بزاف الاحلام، انا غنخدم ندير هذه مشروع بزاف الحوايج وكنت متحمسه. دونك نهار زعما ملي ساليت القرايه، فهمتوا كنت كنقول هكا وندير هادي وندير، فهمتوا كان كيجيني كلشي ساهل وكنت كنحس بلي كل شيء غنديرو. مي كنتصدم لا، جاتني بحال الصرفيقه. مورا ما ساليت القرايه جلست في الدار وبديت كنقلب على فرصه عمل. بديت كنقلب على الخدمه. فهمتوا في الشهر الاول كيكون كلشي فهمتي يلا بعدين كيكون مازال عادي، فاش كاع ما كتلقاوش الخدمه في الشهر الاول كتكون فهمتي ماشي مشكل، يلا الشهر الاول. مي الشهر الاول الثاني الثالث كانوا بزاف يعني داز بزاف الوقت اللي ما قدرتش نلقى داك الشيء اللي كنت انا كنحلم به. ما كانش الواقع كان مختلف تماما. دونك مورا ما داز تقريبا 6 شهور بدات كيجيني احباط. وما نقولش لكم زعما كنت استسلمت، لا، بقيت كنحاول، ولكن كنحاول بواحد الوتيره اللي فهمتي يعني الانرجي ما بقاتش. دونك بحال بديت كنقول واش بصح انا غنبقى هكا ديما، واش صافي هذا هو الموضوع. فهمتوا حيت الوقت كيدوز واكتشفت بلي دوك الحوايج اللي كنت كنحلم بهم ما غنقدرش نحققهم. دونك في واحد الوقت صافي بديت تقريبا صافي يعني استسلمت، وصافي بديت كنقول صافي حياتي ضاعت. فهمتوا كنقول صافي حياتي ضاعت، انا ما غنديرش هادي، ما درت هادي، غنبقى هكا. شنو كنحاول نفكر المدى البعيد، كنقول غيدوز العام الاول الثاني الثالث، غيدوزوا الاعوام وانا ما كنزيدش، وانا غنبقى في بلاصتي ديما. بحال بديت كنقول بلي صافي داتسيت، يعني هادشي اللي كاين، غنبقى هكا ديما، كنحاول نبقى نمشي نفكر هكا لهادي. صافي بحال كنكتشف بلي كاع البيبان مسدودين عليا، وانا كاينه في واحد البلاصه اللي ما عندي حتى شي اختيار، ما عندي حتى شي حاجه نقدر نديرها من غير انني فهمتي. صافي استسلمت. يعني تقريبا نهار كيدوز عندي بحال كيدوز النهار طاير، حيتاش يعني كيكون فراغ بعدا، كيكون فراغ، خصوصا مورا ما كتسالي القرايه. كتعرفوا القرايه كتكون ديما مشغول وهذا، وكتحس بشويه ديال
هذا في حياتك، ولكن من مورا ما كتجلس في الدار كتحس بلي فهمتو، كتحس بواحد الفراغ وكتحس بلي الايام كاملين كيتشابهوا ديجا، راه ما كتبقاش عارفش من نهار واش نهار اثنين ولا ثلاث، المهم كتفيق وصافي، كتفيق باش تعاود تنعس، كتفيق باش تعاود تنعس، بحال انا ديك الساعه كنت كنفيق دغيا كتوصل لوقت عاوتاني باش نعس، وديجا راه ما كنتش كنعس، كنت كنسهر بزاف، ما كنقدش، ما كنبقى كنفكر في بزاف د الحوايج وما كنقدش نعس صراحه، وما تفيقش بكري يعني. الا ما عسيتش بكري ما غتفيقش بكري، دونك يعني ديك الفتره د النهار كتكون شويه، وكتحس بلي النهار ما كاينش، بحال ساعه 3 سوايع اللي كدوز في النهار وديجا راه كدوزهم فهمتي فراغ وصافي، يعني ما كاينه حتى شي حاجه جديده. دونك فواحد الوقت بحال قلت صافي ضاعت صافي هادشي اللي كاين زعما بهذا، بحال بديت تقريبا كنكتئب فهمتو، والله عرفتي راه ولات الحياه بحال ما عندها حتى شي معنى، توقع اي حاجه ما فهمتو ما بقى عندها حتى شي معنى. دونك ولكن دونك كما قلت لكم انا كثرت ما كنت كنفكر بزاف في ديك الفتره فهمتو. جاتني واحد الوقت اللي بحال لحظات ادراك باللي ديجا راه دوزت شي حوايج يعني من قبل لي صعاب ودابا ما بقاوش، دونك كيما زعما كتكون كدوز واحد الفتره خايبه في حياتك، كدوز وكتعاود تجي واحد الفتره زوينه ومن بعد كتجي فتره خايبه، دونك راه حتى شي حاجه ما مستمراش، مستحيل دوام الحال من المحال يعني، فما يمكنش، دونك ما يمكنش شي حاجه تبقى ديما، سواء ظرف مشكل اي حاجه ضروري، حيت الحياه راه كتبدل دونك راه كنقول بلي هاد الفتره ما غتستمرش، واخا نبقى هكا عامين ولا هذا، ضروري ما غيكون غيجي واحد الوقت اللي فهمتوا غيتبدل هاد الوضع فهمتوا. فعلاش انا غنمرض وهذا مادام انني دونك كنقول بلي مادام انا كندوز هاد الفتره فغدوز، فخصني نكون نعرف كيفاش ندوز من هاد الوضع وما نخليش هاد الوضع ياثر عليا. دونك ما يمكنش نكونوا بحال، تحاولوا نتقبلوا هاد الحقيقه ديال اننا ما يمكنش نكونوا بحال، ما يمكنش يكون عندك كاع داك الحوايج اللي كانوا عند فلان، وحتى فلان ما يمكنش يكون عنده نفس الحوايج اللي عندك انت، دونك شوف الحوايج اللي عندك نتايا احمد عليهم الله وحاول تعيش مرتاح، راه اهم حاجه هي ديك الطمأنينه اللي كتكون في الداخل ديالنا. اما اي حاجه فراه كتعوض، اي حاجه عندها بديل. نحاول فقط نكونوا بصحه جيده، صحه جسديه وصحه نفسيه وصحه عقليه فقط، والدنيا راه كدوز، الدنيا بحد ذاتها واحد النهار ما غتبقاش كيفاش انت بغيتي واحد الوضع يبقى ديما فهمتوا. الحياه بحد ذاتها راه واحد النهار ما نكونوش هنايا، دونك نعيشوها باي حاجه كانت، راه حنا غنجي واحد النهار غنمشيو، نحاولوا غير نخليو اثر زوين عند الناس، نحاولوا ما نكونوش كنظلموا، نحاولوا ما نكونوش كنأذيو، فقط هذا هو الاهم، وكل شيء داكشي الاخر ما تيهمش. دونك هادشي اللي كاين. وواحد الحاجه اخرى يعني لحظات الاحباط ولا الاستسلام ما نحاولوش نتسناو شي واحد هو اللي يجي يعاوننا ندوزو منهم، ولا دوك اللحظات كدوز منهم براسك فهمتوا، خصك انت براسك انت مسؤوليه ديال التغيير ديال حياتك، مسؤوليتك انت ماشي مسؤوليه شي واحد اخر. ما تحاولش تسنى من الناس يعاونوك، و فهمتوا انت خصك تكون تاخذ المسؤوليه على راسك، وتحاول تبدل حياتك لداكشي اللي بغيتيه، اي حاجه بغيتيها ما تبقاش تبكي عليها وتقول لا انا كنت بغيت، حاول توصل ليها فهمتوا، حاول توصل ليها باش حتى الا ما وصلتيش كتكون كتقول راه حاولت ولكن ما كتعبش، ولكن باش ان تكون واحد الحاجه بقات غير حلم
في دماغك ما عمرك جربتي راه تبقى ديما نادم عليه، فهمتوا؟ واخا هذا كيجي مع الوقت، فهمتوا؟ واخا كيدوز الوقت كتبقى ديما تفكر واحد الحلم اللي كان عندك وما حاولتيش وكتبقى تندم، ولكن الا حاولتي وما نجحتيش فيه فهمتي كتنسى، كدوز ديك الحاجه حيتاش كتقول راه حاولت، على الاقل حاولت وما نكتبش دونك كدوز الحاجه اخرى. ولكن باش تكون واحد الفكره في راسك ولا حلم وما حاولتيش عليه من بعد تبقى ديما تابعك، تبقى ديما نادم علاش ما جربتيش. دونك جربوا اي حاجه فهمتوا، اي حاجه حلمتوا بها جربوها باش حتى الا ماشي بالضروره غتنجح. الا نجحت مزيان ولا ما نجحتش كتكون فهمتي، كتكون ديك الفكره ديال انا درت داكشي اللي عليا صافي، ما كتبقاش نادم، ما كيبقاش عندك تأنيب الضمير وداكشي. هادشي اللي كاين. الحياة ديالكم راه مسؤوليه ديالكم، الاحلام ديالكم مسؤوليتكم انكم تحققوهم. ما تحاولوش تسناو من الناس، ما تحاولوش تلوموا الناس، ما تحاولوش تلعبوا دور الضحيه. فهمتوا هادشي اللي كاين. دونك في الاخير غنقول لكم بلي كلنا كنوصلوا هاد اللحظه، ولكن الفرق هو شنو كنديروا في ديك اللحظه، واش فعلا كنستسلموا ولا كنعاودوا نحاولوا للمره الالف. دونك كنبغي نقول لكم لاي واحد تفرج في الفيديو حتى لهاد اللحظه شكرا بزاف. شكرا بزاف. انا كنت فرجتي في الفيديو حتى الاخر، الا ما كنتيش داير سبسكرايب دير سبسكرايب، دير لايك، كومونتير علاش لا. عطيوني اراء ديالكم على الموضوع، عطيوني الافكار ديالكم، وعطيوني لحظات اللي جاوكم فيها انكم بغيتو تستسلموا. ناقشوا بزاف الحوايج مع بعضياتنا. دونك هادشي اللي كاين. شكرا بزاف. goodbye and love you all.